انت هتذليني يعني عشان اديتيني شويه فلوس؟ انت بتمد ايدك عليا بعد كل اللي انا عملته معاك؟ بتمد ايدك عليا يا حسن؟ اوعى ايدك دي، ما تغلبنيش يا حسن. يلا نفسك في يلا يا محمود. بص جوه. اوعى تعال. اوعى ايدك يا معروف. هتطلب الاسعاف. حد يلحقنا يا جماعه. على مهلكوا عليه، حد يلحقنا والنبي بسرعه. ايه اللي حصل يا جماعه؟ وقعت من على السلم. طيب استاذنكم تطلعوا بره، مش عايز حد يبقى موجود معايا هنا. يلا. شكرا يا ابتسام، تعبناكي معانا. يلا روحي يا حبيبتي. العفو، ربنا يخليك، انا بس عايزه اطمن عليها. لو النبي يا ابتسام معلش روحي، كلك واجب، بس روحي محمود وصلوا تعالى. انا ما وريش حاجه. في ايه يا حسن؟ عايزه اطمن عليه. ما هنطمنك احنا. الله، هو في ايه؟ لازم زحمه يعني في المستشفى؟ يلا روحوا. يلا مع السلامه. مع السلامه. الله يسلمك. السلامه يا محمود. خايف ماما يجرى لها حاجه ولا تموت ولا تبقى مصيبه، ما اعرفش هنعمل ايه. ولا هيجرى لها حاجه ولا هتموت، ولما يسالونا ايه اللي حصل وقعت على السلم واتزحلقت، احنا مالنا؟ عاجبك اللي امك عملته معايا ده يا محمود؟ ده بدل ما تقول لي كتر خيرك يا ابتسام انك جايه تجري ورانا في نصاص الليالي. يا امي غريبه عليك يعني، ما انت عارفاها وعارفه طريقتها ولسانها، ايه الجديد؟ معاك حق. انا على راي المثل، اربطوني بجنزير وطوق هيبقى اهون من عشرتي مع قليل الذوق. المصيبه بقى ان انا اصلا ما كنتش ناويه اشوفها تاني ولا اوريها وش تاني بعد ما هزقتني وطردتني. انا لولا بس البت الغلبانه مرات اخوك دي اللي قطعت قلبي، لولا جيت جريت عليه. اللي انا نفسي افهم ايه اللي رماها على بيتكم اصلا. عايز اعرف ايه اللي حصل بالظبط. كان في شويه ميه على السلم واحنا طالعين، ما خدناش بالنا، اتزحلقت كده وقعت. هنعمل ايه؟ لولا ستر ربنا كان ممكن نفقد الطفل. احنا بنتكلم على مدام مراتي اللي كانت دخلت، اللي عندها نزيف، ما كانش في اطفال. وانا بتكلم على المدام اللي لسه داخله. انتوا ما تعرفوش ان هي حامل؟ حامل؟ بعد اذنكم. أنا شايف إننا محتاجين نعمل رسم قلب ضروري، وكمان نعمل التحاليل اللي أنا كاتبها لحضرتك دي، مهمة جدا جدا، ونقيس الضغط الفترة اللي جاية بشكل دوري، مرة الصبح ومرة بالليل لحد ما تظهر النتيجة. اتفضل. حضرتك شاكك في حاجة يا دكتور؟ والله أنا مش هقدر أقول لك معلومة أنا مش متأكد منها قبل ما أطلع على رسم القلب والتحاليل، بس بشكل عام يعني الهبوط المفاجئ ده مقلق. حاضر، تعبناك معانا. لا مش حاجة. اتفضل يا دكتور. في امان الله. انا وشي في الارض منك يا ابني والله. انت ذنبك ايه تدفع فلوس للبغل ده؟ ما تقولش كده يا عمي. الحمد لله ان طنط بخير. فهو انا مش ابنك ولا ايه؟ ابني طبعا، بس الفلوس دي هتاخدها. ما تشغلش بالك باي مصاريف دلوقتي. انت ابويا وطنط امل دول امي والله. ربنا يطمنا عليها ان شاء الله. يا رب. امين يا رب. هو انت ايه؟ انت مش بتحسي؟ مرات اخوك نقلوها المستشفى صايحه في دمها، وانت مسمعه البيت كله الاغاني. الناس تقول علينا ايه؟ كلام الناس ما بيخلصش. الناس لو ما لقيتش كلام تقوله تموت من قلة السيرة. وبعدين قلت لك 100 مرة ما تكلمنيش بالطريقة دي. مالكش دعوة بيا أنا بعمل إيه ولا ما بعملش إيه. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك يا بنتي. انا والله كان هيجرى لي حاجه والله. انت بتعمل ايه هنا؟ اطلع بره. انا هعمل كل اللي انت عايزاه،
المهم بس عندي ان انا اطمن عليك دلوقتي. انا مش عايزه اشوفك تاني. انا عايزه اهلي يكلموا لي اهلي. ماشي، بس نتكلم ونتعاتب. مش عايزه اتكلم معاك. انا عايزه اتطلق. اوعي تقول الكلمه دي على لسانك. طب انت بالنسبه لي ايه؟ انا ايدي تتقطع. انا ما اعرفش انا عملت كده ازاي. انا عمري ما مد ايدي عليك كده، عمري. الايد تتمد مره تتمد 1000 مره. انت بتعمل كده معانا. انا بعت الدنيا واخترتك. انا كنت باجي على حساب نفسي عشان خاطرك. والنبي يا منى حبيبتي ما تكبريش الموضوع، ما تخليش الشيطان يخش بينا. ما تخليناش نخسر كل الحاجات الحلوه اللي بينا عشان لحظه. انا بجد مش عارف انا عملت كده ازاي. طلقني يا حسن. لا يا نرجس، ما اقدرش اطلقك. انت حامل. انت بتقول ايه؟ لا مش عايزه اخلف منك. انا مش عايزه اخلف منك. انا مش عايزه منك عيال. اطلع برا، اطلع برا. مش عايزه اخلف منه. كلموني اهلي. انا عايزه اهلي. في ايه؟ ممكن والنبي اديكي رقم تليفون تطلبي لي اهلي يجوا؟ امشي اطلع بره يا واطي. انت تعمل فيها كده بعد ما وقفت جنبك واشتريتك وسترتك تمد ايدك عليها؟ ايدك اللي عايزه اقطعها. امشي بره، مش عايزه اشوفك لاخر يوم في عمري. بره. قولي للامن ما يدخلوش هنا تاني. قلبي غضبان عليك. سيبوها ترتاح بقى، حرام عليكم، حرام عليكم، سيبوها ترتاح. عندك حق يا اختي، انا ما عرفتش اربي دوت قليل الادب، بس ما تعمليش في نفسك كده عشان روحك وشبابك وابننا اللي في بطنك يا اختي. لا لا لا، ده ملوش ذنب حبيبتي، ملوش ذنب، ده ملوش ذنب. بس يوه، انا زهقت من تليفون موناليزا الزفت ده. ايه الاخبار؟ طمني. انا كنت جاي لك بس لقيت ابويا مرمي على الارض، اختك ولا هي هنا. قلت اطمن عليه الاول وبعدين اجي لك. بقول لك ايه؟ ايوه. شفت المسكنه؟ ولاء بعت لمراتك رساله بتقولها انها بتكلمها علشان امها عيانه، مش عشان الفلوس، عايزاها ترد عليها. طيب اعمل لهم بلوك هم الثلاثه بقى عشان انا خلاص كفايه المصيبه اللي انا فيها دي. مصيبه ايه؟ اللي انا بحامل. حلو، متضايق ليه؟ ده كده مبروك عليك. حكايه الارض تخلص وتبقى بتاعتك وش، بس ابقى افتكرني. قعدتي تنبري فيها عليها، قعدت تنبري فيها، عايزه تتطلق الان خلاص.